On a combien de salons? On en a un. C'est beau. C'est digne d'une salle de mariage, quoi. C'est fou. Ah, t'as vu, c'est quoi? راه جميع المعطيات حنا التراث عندنا دابا نتوما هما اللي ما فاهمينش، كيسحب ليه شويه ديال الزليج غادي تشد التصويره وتجيب اديداس وتلصقها في توني صافي راك صايبتي هويه. هذاك الشيء راه كيجي من التحت. خاصك تعرف بعدا داك الزليج الفاسي اساسا علاش هكاك هو داير اصلا. راه كل رموز وايحاءات دينيه وكل اراء فقهيه ونقاش طويل عريض بين فاس وبين مراكش وبين سوس. علاش ملي كتشوف مثلا هذيك التصويره اللي عندكم نتوما ديال العثمانيه ديال اللي كاينه في المراديه، هذاك الزليج اللي هو من ديال الارث العثماني اللي ديما كيكون وراه تبون ملي كيستقبل شي واحد. شوفوا تتاملوا فيه بزاف الاخوان، شحال تلقاو فيه؟ غتلقاو فيه اشكال كتشبه الحيوانات. هذا الشيء راه حنايا عندنا الزليج المغربي وممنوع بالاراء الفقهيه، الاشكال الهندسيه فقط. بل انه حتى الزليج اللي في الاندلس كامل بني على اراء فقهيه ديال الفقهاء ديال مراكش وديال فاس وديال سوس. السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في فيديو جديد. انبهار اجانب بالصالون والزليج المغربي ويقارنونه بقصر فيرساي بفرنسا. لاول مره يشوفوا الصالون والزليج المغربي، شوفوا معايا ردة الفعل ديالهم. On a combien de salons? On en a un. C'est beau. C'est digne d'une salle de mariage, quoi. C'est fou. Ah, t'as vu, c'est quoi? Il y a ce cas. Tu là? Mais regarde. C'est pour une colonie de vacances, quoi. ما شاء الله على الصالون والزليج المغربي اللي معروف عالميا، واللي كيكتشفوا او كيشوفوا اول مره ينبهر. افتخر فانت مغربي. ما تنساوش دعموا الفيديو بجيب باش بنغوكم ديال الناس الاخرين. اكتبوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. شوفوا معايا هويه الزليج المغربي والاجابه على الناس اللي ما كيقدروش هذا الزليج المغربي الاصيل، وايضا اقوى رد على مقلدي الزليج المغربي. راه جميع المعطيات حنا التراث عندنا دابا نتوما هما اللي ما فاهمينش، كيسحب ليه شويه ديال الزليج غادي تشد التصويره وتجيب اديداس وتلصقها في توني صافي راك صايبتي هويه. هذاك الشيء راه كيجي من التحت. خاصك تعرف بعدا داك الزليج الفاسي اساسا علاش هكاك هو داير اصلا. راه كل رموز وايحاءات دينيه وكل اراء فقهيه ونقاش طويل عريض بين فاس وبين مراكش وبين سوس. علاش ملي كتشوف مثلا هذيك التصويره اللي عندكم نتوما ديال العثمانيه ديال اللي كاينه في المراديه، هذاك الزليج اللي هو من ديال الارث العثماني اللي ديما كيكون وراه تبون ملي كيستقبل شي واحد. شوفوا تتاملوا فيه بزاف الاخوان، شحال تلقاو فيه؟ غتلقاو فيه اشكال كتشبه الحيوانات. هذا الشيء حنايا عندنا الزليج المغربي وممنوع بالاراء الفقهيه، الاشكال الهندسيه فقط. بل انه حتى الزليج اللي في الاندلس كامل بني على اراء فقهيه ديال الفقهاء ديال مراكش وديال فاس وديال سوس. راه ماشي هذا الشيء راه جاي من وراه هويه متماسكه فيها واقع سياسي اجتماعي وسياسي اللي هو العصب ديال الدوله والمجتمع، مبنيين وحنا متركبنا بواحد الطريقه معينه. حنا المغاربه العجينه اللي تصايبنا منها راه صايبنا الله منها غير حنا بوحدنا صافي وسالات. باش تنوا راسكم من الصداع. نفتحوا على الثقافات على الاعراق على كل شيء، ولكن كنبقاو حنا هكا دايرين. بدليل انه جيبوا لي، علاش كيقول عبد الله العروي الله جيبوا عندكم شي واحد عبد الله العروي؟ ياك محمد عركون جا للمغرب ما لقاش بيئه تما كاع فين يفتح معكم حتى نقاش. عبد الله العروي من المثقفين الكبار، الله يحفظوا لنا الله يخليه، واحد الراجل اللي من يعني استاذ يعني كوني، ماشي هذا مفكر كوني، ماشي ما بقاش عادي للمغرب. هذا يلهم الفكر التاريخي وهذا وفلسفه التاريخ على مستوى الجامعات العالم كامل. ثروه كونيه انسانيه ماشي غير هكا. ملي تيتكلم على المغرب تيقول لك المغرب راه دائما الواقع التاريخي ديالو خلاه جزيره، بحال دايرين بحال الجزيره حنا. انكم شوفوا باش هذا الموضوع ما عنده حتى علاقه بانه يتاثروا او ياثروا فينا ناس اخرين او يتداخلوا. المشترك عندنا، المشترك مع شمال افريقيا كامل ماشي معكم بحالكم، عندنا المشترك، ولكن المشترك شيء وتراثنا اللي ممكن انتم تغمقوا عليه شيء اخر. عندنا المشترك معكم كنتشابهوا في مجموعه ديال الامور، منها اللهجه اللي لا نملك فيها شيئا لا حنا ولا انتم، منها الحس الموسيقي، منها راه حنايا في النهايه مغاربيين مسلمين امازيغ افارقه، راه عندنا مشترك ماشي ما عندناش المشترك. ولكن راه المشترك شيء، وانك تجي لواحد الصناعه واحد الحاجه اللي تصايبات فاس اصاحبي، وفاس صاحبي فاس اصاحبي
كتكلم على فاس، انت كتكلم على 12 قرن 12 قرن وهي فاس كتنتج هذه الماده. هادو غير يعني نقول لك معلومات تاريخيه للاستئناس، يعني باش نعرفوا شنو الفكره، باش نحطوكم في الصوره تعرفوا اشنو كديروا، اشنو مشكلتكم بالضبط معنا. راه مشكلتكم معنا بالضبط هو انكم عندكم هويه مهزوزه، ماشي كلامنا، هذا الشيء راه قال اكثر مره، قالها ديغول ملي كانت قالها ديغول في 58 وقالها ماكرون البارح. ما عمركم كنتوا دوله ولا امه ولا حتى حاجه. وفي النهايه راه الا كانت شي، شوف الا كان شي تراث ديال ورقله راه ارض ليبيه. الا كان شي تراث عندكم في الشرق ديال تونس راه ارض تونسيه، في الشرق ديال الجزائر هذيك راه ارض تونسيه، شرق الجزائر راه كله اراضي تونسيه. راه التوانسه ما عمرها جات الفرصه اللي يطالبوا بارضهم ويفتحوا معكم هذا النقاش، وديما كتغمقوا عليهم وديما هذا. الجنوب ديالكم الا عندكم شي تراث في الجنوب راه ديال الازاواد، راه ديال مالي، لانه راه هذا واقع صاحبي. راه الجزائر صوبتها فرنسا كونتها من الدول اللي مجاوره لها. كتضيع الوقت في هادشي. واش غادي شنو غادي يزيدك دابا انت؟ شديت العالم ديال هذا، شديت التونيات ودرتي فيهم رجلي، شنو كيعكس غير ازمه عندك عند الدوله. اما راه المغرب والله ما تصور لي شي حاجه، ما تصورش. وانت ما صورتي والو صاحبي في ملفات الاخرين، ما صورتي والو لا في الصحراء ولا في الرياده ولا في التحركات افريقيا، ولا ما صورتي حتى حاجه، ولا في التحالفات. بديتي الموضوع هذا غادي تشد الزبليج وتلصقو. اش غادي دابا تقربك انت دابا لي انا وانا الزليج الفاسي مسجل في اليونسكو سميتو الزليج الفاسي، والدنيا العالم كله كيعرفوا الزليج الفاسي. صافي جاوا خويا دابا نتوما واش مسطين حماق. دابا كل مره غتبقاو في هذا الشيء كتضيعوا الوقت في التحقيق، في حين انه لو كنتوا كتفهموا شي شويه راه المشترك راه كاين بيناتنا. راه حنا شوف حنا راه ما عندناش مشكل، راه كاين بيناتنا المشترك. ما تمشوش للحاجه اللي هي اساسا راه ما ديالكش، ما تمشيش للحاجه اللي هي ما ديالكش وتبقى كتنقز عليها. ومدخل شركه اديداس في هذا الشيء مرتين معكم مقدمينهم. شركه اديداس كيهمها الربح، اما كاع هادشي ما لا انت ولا المغرب ولا الجزائر ولا الزليج فاسي ولا الزليج ما حتى حاجه. انتم عقولكم مزلجين، انتم اللي عقولكم مزلجين في الحقيقه. اقوى رد سمعته لحد الان على كل من يدعي ان الزليج المغربي غير زواق وما فيه معنى، واقوى رد ايضا حتى الناس اللي كيقلدوه. نمر الان الى لحظه فوز المنتخب المغربي للموي تاي بكاس افريقيا. هنيئا للمنتخب المغربي للموي تاي، شرفتم المغرب وعليتم راية المغرب، فبالتوفيق في مسيرتكم. الى هنا سنينا لا فيديو الاخوان، نتمنى ان عجبتكم. فما تنساوش دعموا الفيديو بجيب باش بنغوكم ودير الناس الاخرين. كتبوا لي الاراء ديالكم في التعليق. طلوا في رزقكم، طلوا في يديكم، علمونا. سيكون علمنا المغربي الاحمر ذو النجمة الخضراء محفوفا